مشتت وتايه ومش عارف تركز، كسلان ونسيان ونعسان. الحلقة دي للطلبة التايهين والأهل الشقيانين، هنوضح فيها ازاي الأكل ممكن يأثر على تركيزك وأدائك في الامتحان. الأكل لوحده ممكن يخلي مخك كده أو كده. هنعمل قصة قصيرة بطلها أحمد، وهو طالب ثانوية مجتهد جدا، بيصحى الصبح ينزل على طول وراه دروس متلتلة. عدى بسرعة اشترى فطار من الكشك وانطلق علشان يبدأ يوم، بس حس كده انه مشوش وتايه وتفكيره بطيء وعايز ينام، فطبعا على طول بيروح ياخد كوباية قهوة او اللاتيه او الماتشا لزوم الصحصح، بس بيفضل حاسس نفس الاحساس. ايه الغلطات اللي بسببها احمد عمره ما هيفوق وهيكمل حياته مشوش وتايه؟ اهم عامل التركيز هو المياه. 75% من حجم المخ ميه، عشان كده لو حصل جفاف ولو بنسبة بسيطة لا تتعدى ال 2% بيقل الأداء الذهني للمخ بشكل ملحوظ. فأنت محتاج تشرب باستمرار طول اليوم. لما تخش الحمام لون اليورين يبقى فاتح، لو غامق يبقى أنت مش تمام. واوعى تكون فاكر العصير والمشروبات الغازية بيرووا عطشك، بالعكس دول بيعطشوك أكتر. ببساطة الجفاف بيقلل وصول الدم والأكسجين للمخ. الجسم بيعمل 2 رد فعل على كل اكل مصنع فيه سكر عالي او دهون مشبعه او مهدرجه. اول حاجه بوست برانديال انفلاماتوري ريسبونس، التهاب ما بعد الاكل. الخلايا المبطنه لجدار الامعاء من جوه ماسكه في بعضها بحاجه اسمها تايت جانكشن. الرابطه دي هي اللي بتمنع اي حاجه انها تعدي من الامعاء للدم. طب لما تاكل الاكل اللي قلنا عليه الرابطه دي بتتكسر والامعاء تفوت، وسموها الامعاء المفوته او ليكي جات. ايه بقى اللي مغطي الامعاء من جوه؟ بكتيريا. فلما جدار الامعاء يسرب يعدي جزء من جدار البكتيريا دي وهو ال بي اس يوصل للدم، وطبعا جهاز المناعه ساعتها بيعلن الحرب ويحرك جيوش الخلايا المناعيه. وطبعا دي عمليه محتاجه طاقه كبيره جدا، غير ان السيتوكاينز اللي بيولدها جهاز المناعه بتقدر توصل للمخ، وساعتها بتقلل كفاءه الاشارات العصبيه وتغير في بعض النواقل العصبيه. تاني رد فعل وهو البوست برانديال جلوكوز ريسبونس، بيحصل ارتفاع شديد في مستوى السكر يصاحبه هبوط مفاجئ، وده اللي بيخليك تشعر بالهبوط والنعاس. وبسبب رد الفعل ده وعوامل تانية الجسم بيدخل في حالة من الالتهاب. طبعا لو مرة هتعدي، انما مع الاستمرار الالتهاب المستمر هيخليك حاسس بضبابية وكسل، وهيبقى ده العادي. عشان المخ يشتغل كويس محتاجين 5 ضمانات. اول حاجة سلامة البنية التحتية، واللي حوالي 60% منها دهون. فانت محتاج دهون صحية زي الاوميجا 3 واللي هتلاقيها موجودة في السمك والمكسرات. ما لفتش نظرك ان عين الجمل شبه المخ بالظبط؟ تاني حاجة سلامة النواقل العصبية، ودي اللي بتنقل الاشارة بين اجزاء المخ المختلفة. في نواقل بتحتاج احماض امينية في تكوينها زي الدوبامين، فحافظ على كمية كافية من البروتين زي السمك والفراخ. انما اهم ناقل عصبي في المخ وهو الاسيتيلكولين، وهو المسؤول عن التركيز والتعلم، بيحتاج في تكوينه الكولين. اهم مصدر للكولين في الحقيقة هو البيض، بتحتاج في اليوم تقريبا 500 مللي جرام، والبيضة فيها حوالي 120 مللي جرام. موجود كمان في الكبدة والفراخ والسمك والمكسرات والكاكاو. تالت حاجة الطاقة. المخ بيستهلك 20% من طاقة الجسم، محتاج مصدر طاقة ثابت مش مفاجئ، وده تحصل عليه من مصدر كربوهيدرات بطيء الامتصاص زي القمح الكامل والشوفان والبروتين. والحقيقة بالنسبة لي من أجمل مصادر الطاقة كسناك هو الرطب باللوز. رابع حاجة وصول كميات كافية من الدم والأكسجين للمخ باستمرار، ودي بتتأثر بالجفاف زي ما قلنا قبل كده. خامس حاجة البيئة الداخلية للمخ، ودي تشمل كل ما سبق وحالة الالتهاب اللي شرحناها قبل كده. وحالة الالتهاب دي بتقل بالأكل الصحي زي الفواكه والدهون الصحية ومضادات الأكسدة، وبتزيد بالأكل السيء زي ما قلنا. ما تحرمش نفسك من نوم جيد ونسمة نظيفة وحركة ورياضة، ويا سلام لو تمشية صباحية في جو منعش. ابعد عن المحبطين والمثبطين وكل اللي بيدوك طاقة سلبية، وابعد عن جروب الدفعة، وما تنساش تشوف حلقة الموبايل والطفل واللي تأثيرها عليك شبه الطفل بس أقل شوية. لو عملت كل ده وما حسيتش بتحسن لازم تراجع الطبيب، لأن في أمراض زي الأنيميا والاكتئاب بتأثر على التركيز.